حصل؟ الدنيا بقت رمادي وابيض واسود كده ليه؟ الورد ماله بقى عامل كده ليه؟ الورد مش احمر ليه؟ ومش بنفسج ومش اصفر ليه؟ ما بقاش ملون ليه؟ والتفاحة مش حمرا ليه؟ والتفاحة التانية ليه مش خضرا؟ والتفاحة التالتة ليه مش صفرا؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه؟ هات ايديا شكلها غريب كده ليه؟ عارفين يا ولاد يا حبايبي ليه فلفل حاسس بكده؟ عشان هو كان بيلعب بالكورة، راحت الكورة وقع على الفازة وراحت الفازة مكسورة. لما ماما سألته فلفل كذب وقال لها القطة هي اللي وقعتها يا ماما. من ساعة ما فلفل كذب يا ولاد والكذبة بقت عاملة زي السحابة السوداء الكبيرة عدت على بيت فلفل وعلى الدنيا كلها، وبقت الدنيا رمادي، الشجر بدل ما هو أخضر بقى رمادي، والفاكهة ما بقتش لها ألوان خالص يا ولاد. كل حاجة بقت رمادي رمادي رمادي، وكمان الخضروات ما بقاش لها ألوان، الطماطم مش حمرا والخيار مش أخضر، وكمان يا ولاد التفاح مش أحمر ولا أصفر ولا أخضر، كله رمادي 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 رمادي. العالم بقى كئيب، العالم بقى وحش قوي وحش قوي 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 يا ولاد. وفجأة يا ولاد طار عصفور صغير. كان العصفور ده كان عنده ريش جميل، ألوانه جميلة وزاهية وحلوة، وكان دايما فرحان جدا بألوانه وفرحان قوي إن ريشه له الألوان الجميلة دي. فجأة العصفور ده يا ولاد وقف على كتف فلفل وقال له يا فلفل يا فلفل، الكذب بيمسح ألوان الحياة، الصدق بس هو اللي هيرجع الدنيا تنور. قول الحقيقة يا فلفل عشان ترجع الدنيا تبقى حلوة تاني، وترجع الألوان لكل حاجة، وترجع الشجر يبقى أخضر، ترجع التفاح يبقى أحمر، وترجع إيديك لطبيعتها، وترجع الألوان للدنيا كلها. وأنا كمان ريشي يبقى حلو زي ما كان، يرجع ملون وجميل. أنا زعلانة عشان ريشي بقى بهتان والدنيا بقت وحشة. وبسرعة بسرعة يا ولاد فلفل جري على ماما وهو بيعيط. أنا آسف يا ماما، أنا آسف يا ماما، أنا هقول الحقيقة ومش هكذب تاني أبدا. أنا اللي كسرت الفازة مش القطة، بس أنا ما قلتلكيش الحقيقة عشان خفت لا تزعلي مني. أنا آسف يا ماما، أنا آسف. وفي ثانية واحدة يا ولاد السحابة السوداء مشيت، والورد رجع تاني أحمر وبرتقاني وأصفر وبنفسج، وتاني التفاح رجع أحمر وأصفر وأخضر، والطماطم لونها أحمر والخيار لونه أخضر، وكمان العصفور الجميل رجاله ريشه تاني الملون الجميل، والدنيا بقت جميلة، وكمان الأشجار بقت خضرة، وكل حاجة بقت جميلة، والدنيا بقت جميلة أوي 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 أوي. حبايبي الحلوين، لازم تعرفوا إن الصدق احلى حاجه في الدنيا، ان الصدق يا ولاد هو اللي بيلون حياتنا بيخلي حياتنا جميله. وطول ما انت صادق دايما بيبقى صدرك مرتاح ومبسوط ومفيش حاجه مخوفاك. لكن الكذب بيخليك تبقى خايف ويخليك مترقب وخايف اي حد يكشفك. والكذب حرام، ما ينفعش نكذب، دايما نكون صادقين عشان النجاة في الصدق يا ولاد. وقابلكم في حكاية جديدة من حكايات ماما تونة.